برشلونة يضرب ولا يبالي. السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، ردة فعل جديدة. مباراة اليوم مباراة برشلونة ضد بنفيكا في اياب دور ال16 من دوري ابطال اوروبا. نذكر انه برشلونة فاز في الذهاب بهدف مقابل لا شيء بعد اداء رائع من بنفيكا، تضييع فرص من بنفيكا. هذه مباراة الاياب، خلينا نشوف الاياب ايش راح يعمل بنفيكا على ارضية الملعب. هل سيستمر في الاداء اللي قدمه في الذهاب ام برشلونة راح يكتسح بنفيكا كعادات برشلونة في هذا الموسم؟ وبنذكركم كالعادة اشترك في القناة، حط اللايك ليساعدنا في انتشار الفيديو. وبنذكركم كالعادة قبل ما تكمل في مشاهدة الفيديو صلي على الحبيب، قلبك يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. الشوط الأول راح يبدأ بعد قليل، خليكم معنا. يبدأ الآن الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد بنفيكا. مباراة مهمة، مباراة جميلة، مباراة أكيد راح تكون ممتعة، خصوصا إذا بنفيكا استمر بالأداء اللي عمله أمام برشلونة بالذهاب، ولكن برشلونة فاز. فهذه المباراة أكيد أقرب لبرشلونة بالفوز، ولكن خلينا نشوف بنفيكا إيش راح يقدم لنا على أرضية الملعب. فخليكم معنا نشوف الشوط الأول إيش راح يقدم لنا برشلونة وبنفيكا. فرصة أولى وتسديدة أولى من يمين يامال، ولكن الحارس يتصدى، وفرصة خطيرة أولى ليمين يامال. بصراحة المباراة جميلة والمباراة ممتعة، ولكن بنفيكا خطير يا برشلونة. بنفيكا وفرصة جديدة لا بنفيكا، ولكن مارتينيز يتصدى ويبعد الركلة، ولكن الحكم يعود بالتسلل لبرشلونة ضد بنفيكا. بصراحة يا جماعة بنفيكا واقف على أرضية الملعب بشكل رائع. بنفيكا بقدم شوط أول أو دقائق أولى رائعة. يا ليفاندوسكي مستمر في إضاعة الفرص بطريقة غريبة. ليفاندوسكي يضيع الهدف الأول، استمر يا ليفاندوسكي، إله ما تسجل. لا يميل لا يا الله، هدف يا الله، هدف. والله برشلونة مضغوط من بنفيكا، فرصة أولى برشلونة هدف لرافينيا، هدف للمنفوخ. والله رافينيا بقدم أداء رائع، والله رائع، ولكن كل الروعة من هذا يميل يامال، هذا البرغوث لميل يامال، البرغوث الجديد لبرشلونة. قول يا سلام يا بنفيكا، هدف أول وهدف التعادل، وبسرعة في دقيقة واحدة بنفيكا يسجل الهدف الأول عن طريق أوتاميندي. يا سلام، بنفيكا يعود في المباراة، بنفيكا خطير، بنفيكا على أرضية الملعب أفضل في لحظات كثيرة من الشوط الأول، أفضل من برشلونة. وبنفيكا يسجل الهدف الأول ويعود بسرعة، والمباراة تشتعل من جديد. هدف التعادل لا بنفيكا، هذه خطيرة، فرصة خطيرة من داني أولمو، وكاد داني أولمو أن يسجل الهدف الثاني لبرشلونة، ولكن الفرصة ضاعت. يا يميل يامال اهدى، يا يميل يامال مسكوه، مش قادرين تمسكوا لاعب عمره 17 سنة ولكم مسكوه. لا 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 لا، ايش هالهدف، ايش هالهدف، ايش هالمسخرة اللي بتصير على أرضية الملعب، ايش هالمسخرة اللي بتصير على أرضية الملعب، ايش الهبل اللي بيصير على أرضية الملعب، ليش هيك؟ يا بنفيكا اصمدوا، يا بنفيكا يا بنفيكا، والله انتوا افضل بكل شيء الا اللمسة الأخيرة. شوف الدفاع الهامل، والله لامين يامال حطها بفن حطها. هدف ثاني لبرشلونة عن طريق يمين يامال، والمباراة خلصت خلاص. اللي بده يلعب واللي بده يسجل. روحوا يا بنفيكا. خطيرة في العارضة وتسلل، فرصة خطيرة لبنفيكا، وبنفيكا قريب يا جماعة، بنفيكا خطير، بنفيكا سريع، وبرشلونة دفاعيا مش موجود، برشلونة دفاعيا يعاني. الثالث لرافينيا. برشلونة خلص المباراة بالشوط الأول، ويا بنفيكا روحوا ارجعوا على البرتغال وحلوا عنا،
قديش انكم فريق هامل، والله هامل. فرص كتير اجتكم ما انتوا قادرين تسجلوا. تفرج برشلونة 3 4 فرص، 5 فرص في الشوط الاول سجلوا 3 اهداف. الشوط الاول ينتهي بتقدم برشلونة ب3 اهداف مقابل هدف. بصراحة برشلونة قدم شوط اول متواضع، برشلونة كانت النجاعة الهجومية حاضرة. بنفيكا قدم شوط اول في لحظات كثيرة من الشوط الاول كان افضل من برشلونة بمراحل. سرعات اللاعبين، المساحات اللي بيفرضها برشلونة في لاعبينه، الدفاع في مساحات واضحة سواء خلف بالدي خلف كوندي، ولكن اللاعبين بنفيكا ما قدروا يستغلوا هذه الفرص وهذه المساحة اللي موجودة في دفاع برشلونة. بنفيكا وصل لتشيزني ولكن ما فيش نجاعة هجومية. برشلونة يصل فرص هدف. هاي برشلونة، وهذا سر قوة برشلونة. برشلونة من فرصة ممكن يسجل هدفين، ما بعرف كيف. دبرها في حالك. الشوط الأول ينتهي بتقدم برشلونة. خلينا نشوف الشوط الثاني ايش راح يقدم لنا برشلونة بنفيكا، رغم انه المباراة رسميا خلصت ومبروك تأهل برشلونة من دون ما نشوف الشوط الثاني. ولكن خلينا نشوف الشوط الثاني ايش راح يقدم لنا برشلونة. هو بنفيكا يبدأ الآن الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد بنفيكا. يبدأ الآن الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد بنفيكا. نذكر أن الشوط الأول انتهى بتقدم برشلونة ب3 أهداف مقابل هدف، يعني بمجموع المباراتين 4 أهداف مقابل هدف. خلينا نشوف الشوط الثاني ايش راح يقدم برشلونة ضد بنفيكا، وكيف راح يتعامل برشلونة مع ال 45 دقيقة الثانية، وكيف راح يتعامل بنفيكا مع الوقت المتبقي له. هل سيعود أم برشلونة سيزيد الغلة؟ فخليكم معنا لنشوف الشوط الثاني ايش راح يقدم لنا برشلونة ضد بنفيكا. تسلل 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 يا زلمة، ارجعوا. تسلل تسلل تسلل. بنفيكا بادئ الشوط الثاني جيد، ولكن هل سيسجل ولا سيستمر في إضاعة الفرص كما عادات بنفيكا؟ فرصة خطيرة من أراوخو، كاد أن يسجل وينهي المباراة من بدري، ولكن فرصة ضائعة وجانبت المرمى من أراوخو. فرصة خطيرة وتسديدة في مكان تشيزني، ساب كل المرمى. وين موجود تشيزني؟ بحطها في ايده. فرصة خطيرة لبنفيكا ورأسية، ولكن كوندي وتشيزني يتصدون للكرة. بصراحة برشلونة عرف كيف يسير المباراة. برشلونة قتل رتم المباراة. برشلونة استحوذ على رتم المباراة وعرف كيف يسير المباراة كما يحب برشلونة وكما يحب فليك. الشوط الثاني والمباراة تنتهي بفوز برشلونة ب3 أهداف مقابل هدف، وبمجموع المباراتين 4 أهداف مقابل هدف. برشلونة يتأهل لدور الثمانية. برشلونة بصراحة قدم شوط أول رائع. بنفيكا أيضا قدم شوط أول رائع. المباراة كانت كتير جميلة في الشوط الأول، ولكن النجاعة الهجومية كانت الفائدة لبرشلونة بتسجيل فرصه وترجمة الفرص لأهداف، عكس بنفيكا اللي صنع فرص وصل لمرمى تشيزني، ولكن رعونة اللاعبين حالة دون تسجيل بنفيكا للأهداف. بالتالي المباراة انتهت بفوز برشلونة. مبروك لجماهير برشلونة، مبروك التأهل، مبروك الفوز. يعني ما بنقدر نقول غير هيك. مبروك الفوز لجماهير برشلونة الأعزاء والأحباء. واشتركوا في القناة يا اخوان، ومن هنا للفيديو القادم طمنوا عنكم دايما من شان الله، والسلام.
الحارس. يتفوق كوندي، يلعبها بامتياز مع لامين جمال. لامين جمال وينو ليفا، ما زال عنده كرة الآن. لامين راح، لامين دخل، جمال، لامين جمال، لامين هوبا هوبا، لامين جمال، لامين جول. لامين جمال مالوش مثال ولا في الخيال، والله لاعب مارع ومتميز يا لامين. لامين جمال ينطلق ويراوغ مراوغة ولا أروع، يمرر كرة سددها أو مررها، المهم وصلت لرافينيا من هنالك. قبل شوية كنت أتحدث عن الثنائي لامين جمال ورافينيا، يستلم الكرة من هنالك، يسجل 10 أهداف في دوري الأبطال. جول يا رافينيا، جول رائع يا لامين جمال من هنا. بالدي دخل، بالدي يلعبها ممتازة، متسلل لرافينيا، بالدي ما زال خطيرة، تسلل رائعة الثنائية هذه بين بالدي ورافينيا ولامين جمال. فلورنتينو ممتاز الكرة والتوغل، بالدي أرضية رائعة، يرفع الكرة في القائم الأول، خطيرة الرأسية، جول. وكأن شيئا لم يكن، وكأن لامين لم يراوغ ورافينيا لم يسجل. جاء أوتاميندي بالراس، الأرجنتيني 37 سنة، يضرب الكرة بالراس أمام تشيسني ويعدل النتيجة لبنفيكا وتولع المباراة. 13 دقيقة لعب، دقيقة ونصف بعد الهدف الأول لرافينيا، يرد عليه المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في القائمة الثاني. يا جمال لامين اليسرى، لامين جمال على رأس ساري توربين، الكرة خرجت ضربة مرمى، كرة ممتازة توصل لليفا، خطيرة رافينيا يلحق هنا والحكم يستغفر خطأ لصالح الحارس توربين. سمكة طولية للامين جمال بهكذا شكل يسمح لفريقه بتسجيل هدف ثاني، هدفان مقابل هدف واحد لبرشلونة أمام بنفيكا. يا له من جمال ويا له من لامين، جول. متعة هذا الولد، روعة هذا الولد، ما شاء الله على لامين جمال. يا طالع مر من أمامك لامين وارفعها في الزاوية البعيدة، جول. رجل سحرية يسرى، يا سلام عليك يا لامين، هدف في منتهى الروعة، هدفان مقابل هدف واحد، صارت النتيجة الآن. يا سلام، فرانكي ديون، بيدري، إنيجو مارتينيز، يسبق بيدري، الحكم خلى الأفضلية، يطلق من هنالك، هيصعب الكرة، هيصعب وكله التغطية، يخرج الكرة من هنالك في الركنية لعناصر بنفيكا. كرة أوتاميندي ضيعها، أوتاميندي سيديرو بازال العرضية من قبل بابليديس لشليديرو، هاي الكرة بابليديس هاي تسلل، افتح رجلك كثيرا ونسيت نفسك يا رافينيا، شليديرو في العرضية خطيرة، بالدي 4 مهاجمين أمامها 3، بالدي راح، بالدي زاد، بالدي جول، والحكم صفر نهاية الشوط 3-1 لبرشلونة أمام بنفيكا، ثنائية من رافينيا وهدف من لامين جمال. عود يلتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. محمد سعدون تفضل، سيكون لديك الفضل بعد شوي. برشلونة مجريات الشوط الثاني من مباراة البارسا بنفيكا 3-1. كنا تركنا نتيجة الشوط الأول لصالح البارسا من إمضاء رافينيا الذي وصل عداده إلى الرقم 11. هاي صعبة من بيدري لأولمو،
Arriva il giocatore! Rafinha.